موضوع العلاقات الزوجية دكتور بلمحة جميلة. اليوم المولد النبوي، ميلاد خير البشرية، فلا بد لنا أن لمحة في حياة حبيبي وسيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته الزوجية. فأنت عم تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع يعني سنوات وجمال وروعة. تكلمت بالفعل، قرأت في كتب تقول الرومانسية قيس وليلى أو روميو وجوليت أو عنتر وعبلة، أو بينما علاقة بقمة ألقها وروعتها كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميل أن نقف وقفة في حياة حبيب وسيدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حب يتقزم أمام حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ولذلك أنا لا أسميه الحب المحمدي، إنما أسميه الحب الخديجي، لأن خديجة هي التي بدأت الحب رضي الله عنه، وهي التي صنعت ذلك الحب. أتكلم قبل النبوة، وكان لها بترتيب من الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله أنها أرسلت غلامها ميسرة تنشد هذا الشاب وتريده، لكن بطريقة حضارية، ليس في الظلام كما يفعل البنات والشبان، إنما في النور. قبل ذلك الشاب القرشي قبل بعثته النبي الأعظم بعد بعثته، لأنه رأى فيها صفات تكسرت العيوب أمامها. تكسر أنها مطلقة وأنها أرملة، لأنها مطلقة وأرملة هي من اثنين، أو مطلقة مرتين أو أرملة مرتين. نسيت جدا هذا الأمر، نسي الفرق 15 سنة، لأن المقومات الأخرى فعلمنا درسا أن نرى الصفات كلها ولا نرى صفة صفتين. كم ظلمت فتاة عربية وخصوصا في الخليج أنها طلقت من رجل لم يقدر تلك الفتاة، لم يكن بمستواها. إني أنتصر للمطلقات ألا كانت تقييم مطلقة أو غير مطلقة، هو عامل من العوامل، لكنه ليس العامل الأوحد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السيدة. لقد تمنيت شيئا، لكن الله يريد. لو كانت شخصيتها أكثر حركية بعض الشيء، لا أغير بالتاريخ حتى تنقل لنا شيئا مما دار بينه وبينه. لو رأيت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، عائشة رضي الله عنها ديناميكية الشخصية، ولذلك نقلت كثيرا مما كان يدور من عظمة تلك الحياة الزواجية. خديجة بطبعها رضي الله عنها، مع أنها عاشت فترة أطول 25 سنة وعدة أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل لنا شيئا من الدرجة الكافية. ما الذي كنت أقرأ في تلك الحياة؟ أقرأ من صدى محمد عن حبيبته خديجة رضي الله عنها. إذا قرأت كتب التاريخ لا تأتي لها شيئا كثيرا. تدخل هالة بنت خويلد، ثم يسمع صوتها فإذا به يفز. لماذا؟ لأن جرس صوتا شابه صوتا لحبيبة ماتت من فترة طويلة. يذهب إلى مكة، يدخل إلى مكة غازيا منتصرا ذلك النبي. أين يضع خيمته؟ قريبا من قبر خديجة. إنه الوفاء حينما يكون ذلك الوفاء الحقيقي. لا تدمع عيني يا طلال إلا حينما أتي لهذه المنطقة. تهشم رأس ابن عبد الإله 20 كسرا في جمجمته، لم تنزل دمعة مني. لست غليظا لكني مؤمن بالقضاء والقدر، لكني أتكسر أمام الرقي. حينما أرى ذلك الرقي أتكسر أمام ذلك الرقي حينما أراه. وحينما يأتي الرقي والوفاء بعد من قد ماتت عجوز مسنة، تأتي عائشة لقد أبدلكها الله خيرا منها، تعني نفسها. رجل لا يغضب وهو نبي ويقول للناس لا تغضب، ثم يقوم الغضب عنده. تقول التاريخ فانتصب مقدمة شعر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني حينما آذاني الناس واستني بمالها. يصف الشخصية العريضة في خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قالوا كان لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله، وأنا أقول كان يغضب إذا انتهك حد من حدود الله، وكان يغضب إذا انتهك الحب. كان صلى الله عليه وسلم فيه جانب إنساني لم يدركه بعض من نقل التاريخ لنا، لأن بعض من نقل التاريخ إنه الجانب السلوكي دون ذلك الجانب الإنساني، فما كان يعرف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم. يكون جالسا فيذبح ذبيحته: فرقوا ذبيحتي في صويحبات خديجة. ما هذا الحب المخيم والمسيطر
أين التحدي منك يا بنت الخليج والعرب والمسلمين في عملية احتواء الزوج؟ لا المطالبة بالحق من الخطأ المطالبة بالحق، إنما القضية أن تبثي رقيك عليه فيأتي رقيه وحقوقه صدى من عنده، هو لا يستطيع إلا أن يتكسر. ربما تقولين يا بنتي أن الطرف الآخر لئيما، وإن كان لئيما رقيك يجعل لؤمه يتكسر أمام حاجته لرقيك، فالعيب يكون في المرسل لا في المستقبل في مثل هذه الجزئية. لله ما أعظمه. جميل بروفيسور. طبعا ننتقل الآن إلى موضوع تربية الأبناء، وقبل أن ندخل موضوع تربية الأبناء لابد طمنا على عبد الإله. عبد الإله، لأن تمنيت اليوم تفاجئنا وتمنيت يكون عبد الإله موجود معنا، لأن إحنا برنامج أنت كما تريد كان يعني متابع للحالة، وكنا نتابع دائما كل حلقة، كنا دائما نطمن الناس عن عبد الإله، وحتى الآن لما أتيت في صفحة البرنامج يسألوا عن عبد الإله، فطمنا الآن على عبد الإله، كيف أوضاع الآن؟ عبد الله بخير، يقبل أيديكم الداعية له التي ارتفعت بالدعوة له، وكنت سأجعل مفاجأة لك أن أتي بعبد الله معي فيكون أول ظهور له إعلامي معك، لأني أحبك، لأنه ظهر تلفزيونيا صوتيا لكن لم يظهر لأنه يريد أن يشكر الناس. وقلت له يا بني تعال معي عمان، الناس تحبك، لو قرأت يا بني ما كتبوا عنك خيرا مما كتبوا عني، فتعال معي، لكنه اعتذر لارتباط أسري آخر في دولة أخرى. أنا بخبرهم عاد الحين السر، دام فضحتني أنا بفضحك عاد بروفيسور. جميل. طبعا البروفيسور قال لهم احنا نجيهم مسقط عشان مسقط، واعطاهم صورة صلالة خضراء وجمال وروعة، بس ابنته كانت اكثر ذكاء فدخلت على الانترنت وطلعت صورة مسقط، فرأتها غير تماما عن الصورة اللي وضعها البروفيسور لهم، فدخلوا وجدوا سريلانكا بخضرتها بجمالها وذهبوا الى سريلانكا. الحين واحدة بواحدة. اي نعم، ذهبوا الى سريلانكا حقيقة، لكن سيأتون في اغسطس باذن الله هنا إلى صلالة، وسيزورون مسقط بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يريدون أن يأتوا إلى صلالة أو إلى كذا لأن أباهم ذكر لهم جمال صلالة، لكن حينما يعود إلى الرياض ويذكر له جمال أهل عمان سيأتون، لأنهم يحبون البشر أكثر مما يحبون الطبيعة. الله يحفظهم يا رب.